السلام عليكم ورحمة الله. إخوان المشاهدين، أنا في قرية تاريخية تنتمي إلى العصر الوسيط، على مقربة من فيلفرانش، منطقة رون. هذه القرية تسمى تيزي، هي قرية وسيطية. هذا وأنا داخل المدينة العتيقة أو البناء العتيق، نسيج العتيق، أو كما أي قرية أو مدينة فرنسية عتيقة. أول ما تطالع هنا هي الكنيسة، هذه هي الكنيسة، هذا المدخل تاعها. هذا وقت العصر أنا كتكون كنيسة سادة. هذه الكنيسة جديدة اللي تبنات في منتصف القرن التاسع عشر، ولكن الكنيسة القديمة خصني نطلع عليها على رجلية من الجهة الأخرى. معي هذا برج الأجراس، هذا برج الأجراس، وهذا برج دائري لحداه هو الدرج اللي كيطلع عليه نقول المؤذن الدرج اللي كانوا كيصعدوا ليه هنا الرهبان باش يقرعوا الأجراس. هذه هي المدخل ديالها. خصنا نتخيلوا بأن في العصر الوسيط كانوا الناس دائما كيفضلوا يكونوا في القمة تاع التل أو تاع الجبل. هذه مدات حتى القرن 19، يعني ملي بدا التعمير كي وصل لأسفل المنحدر. أنا دائما في القرية التاريخية تيزي، هادو بعض الأصدقاء، ومن هنايا غادي نطلع لونسيان إيغليز، الكنيسة القديمة كما كنت شديت لكم. هذه هي الآن الكنيسة الحديثة، هي دابا أنا غنطلع حاليا الكنيسة القديمة من هاد الزنقة. هاد الزنقة كتسمى طايور دو بيير، لأن كانوا فيها دوك نحاتين تاع الحجارة، والحجارة هي اللي تبنات بها هاد القرية هذه التاريخية. المنازل ديالها كلهم والدور والبنايات كلهم بنيين بالحجارة. شوفوا هنايا علامة تاع الصليب على هذا الجدران. هذا أزقة طيقة تغيز كتبع يعني التواءات ديال لو تيران ديال الأرضية. شيء جميل نشوفوا هذا الشيء هذا، ولكن صراحة اللي كيثير الانتباه ديالي وفي نفس الوقت كيثير الاعجاب ديالي هو هذه النظافة ديال الأرصفة وديال الطرقات. قرية تاريخية معبدة وفيها ديك كل المستلزمات. هنايا التصوير مهم جدا كما كتشوفوا هنا. كيقول لك الفياي إيغليز راها مازال الفوق، وشاطو دو غوشبون على 50 متر في هذا الاتجاه على اليمين. هذه كتسمى بيير دوري، لان ملي كتضرب فيها الشمس كتولي تبان بحال يعني لون الذهب. نظرة اخرى، زاوية اخرى. هذه هي الزنقة اللي طلعت معاها، وملي كان في النهاية ديال هاد الزاوية كنلقى هاد الشاطو ديال ماشي قلعة، والشاطو هو في نفس الوقت بناية مدنية وعسكرية في نفس الوقت. كيتحسن فيها هذاك الفيودالي، النبيل الفيودالي اللي تيكون يعني كيسخر، كيتوضع تحت رهنه إشارة، تحت إشارته رهن إشارته مجموعة من الفلاحين اللي كيسخرهم في الخدمة ديالو، وكيكونوا يخدموا ليه الفلاحة، وكيكون هو ساكن. هو عبارة عن قصر، صراحة قصر محصن. هذا هو الترجمة الحقيقية ديال الشاطو.
هذا لو شاطو هذا هو تبنى في تقريبا أعيد ترميمه في 1793 يعني في 18 سيكل. تا هو مبني من الحجارة وعنده هاد واحد يعني دو تور، واحد جوج برجين دائريين. هذا هو المدخل ديالو. انا نمشي ليه نقرب ليه نعاود نرجع. انا قربت من المدخل ديال هاد لو شاطو وهذا القصر المحصن. كما تشوفوا هنايا برج دائري. هادو براميل كانت مخصصة اكيد للخمور. من هذا الاتجاه كنشوفوا الحقول اللي كان يعني تابعه لهاد الفيودالي او هاد النبيل. هذا اكيد احد السراديب السريه للدخول الى القصر. هذا مدخل ديال الطابق الارضي. اكيد كان يغلق. هذا مدخل ديال الطابق الاول. كما كتشوفوا هنايا هادو يعني كان باب هنايا. وهذا مدخل كذلك الرئيسي ديال الطابق الارضي. شوفوا معايا نوعية الحجارة ونوعية الهندسة وحتى الباب الخشبي تا هو فيه واحد الجمالية. هذا القصر مكون من طابقين، يعني إذا لم نحصي الطابق الأرضي يعني بحال 3 مستويات. إذن هذا الجانب الغربي ديال هذا القصر المحصن. هنا كما قلت لكم النبيل تيكون عنده واحد الأراضي تابعة ليه كيسخر واحد المجموعة ديال الفلاحين في الخدمة ديالو. هذا واحد من أكيد مخازن، كانوا مخازن ديال هذا القصر. وكانت فيها تربية الخيول أكيد، تربية الماشية وما بما فيها كذلك الخيول، لأن الخيول يعني الدواب كانوا كيستخدموها كذلك في الفلاحة. أنا غنمشي لهذيك الاتجاه باش نصور الواجهة الغربية. إذن هذا هي الواجهة الغربية. هذا البرج نصف دائري اللي كاين في الدخلة، ما كاينش من هذا الاتجاه يعني الشبيه ديالو. كنلقاو فقط يعني جدران. هذا هو الشاطئ أو القصر المحصن من جهة جنوبية غربية. في هذيك الاتجاه كاين هذيك الكنيسة الحديثة ديال القرن 19. هذا هو القصر المحصن اللي كنت تحدثت لكم عليه من قبل، وملي كملت التصوير ديالو من جميع الجهات غنعاود نرجع بكم من هاد الزنقه اللي جيت منها، حيتاش الكنيسه القديمه راها غير بجنبو. هي هذه باش نقدر نصورها.
اذا انا غادي نمشي من هاد الزنقه هادي باش نشوف الكنيسه العتيقه اللي هي هادي المدخل ديالها. نشوفوا بعد هاد اللوحه التعريفيه اش كتقول لك بان هاد كنيسه تبنات، اول قطعه تبنات فيها في 1404. هي كنيسة صغيرة جدا، هذا هو برج الأجراس تاعها، وهذا المدخل. هذه أكيد حجرة ديال الرهبان مكلف بها أو الراهب. هذا هو برج الكنيسة. هذه الساعة 8 مساء بتوقيت محلي لفرنسا. مع الأسف لقيتها مسدودة هاد الكنيسة، ما نقدرش نصور من الداخل، لكن عاد نعاود نرجع باش نوريكم الزنقة اللي مبنية فيها. هي جات في القمة تاع هاد التلة أو الجبل الصغير كما عندنا في المدن العتيقة العربية الإسلامية. دائما كيكون واحد الصباط أو المدخل مقوس. هذا أكيد كان كيتسد لأن هو سميتو ديالو. إذا إلى هنا تنتهي هذه الجولة في هذه القرية ديال تايزي. شكرا على انتباهكم، والى فيديو قادم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.